السلام عليكم. موضوع حرق المصحف من بعض السويديين بموافقة الحكومة السويدية رد عليه بعض الإخوة الأردنيين وبعض الأتراك أمام السفارة السويدية وحرقوا علم السويد. معكم محمد نصير، محاور بحث في الكتاب المقدس للرد على المنصرين المتطاولين على الإسلام مما يعتقدهم. تعال نسمع الفيديو ده واللي بعده ونعلق عليهم. ده في الأردن. حقق وعد الله ليدخلن هذا الدين كل بيت إمام الرحمة للعالمين. الله على كلام الله هذا المجرم من هنا هو في الأردن وفي صنعاء اليمن وفي العراق أمام السفارة السويدية ردا على حرق المصحف أحرقوا العلم للسويد. والأمر ده مش سهل يا جماعة الخير، ذي الجلال الأمر ده والإكرام. هنتكلم فيه. بسم الله اليوم في أرض التحرير نقف. هذا في الأردن وده في تركيا. يحرقوه ثم يدعسوه بالأقدام. يدعسوا إيه؟ في حاجة برضو أنت ما تعرفهاش. عالم عبارة عن إيه؟ وطبعا ده عشان قدام سفارة، فده ممكن يؤدي أصلا لحرب، مش حاجة سهلة. لأن حرق علم زي علم دولة زي دولة السويد كده في إذلال لهذه الدولة كلها، مش لعلمها فقط. انتوا تعرفوا ان علم السويد اصلا عليه الصليب. العلم ده يا جماعة الخير مش علم عادي، ده علم ديني. ايه ده يا فندم؟ صليب. اللي على علم السويد ده صليب، وهذا يدل على أن هذه الدولة وهذا العلم قائم على نظام أو قائم على عقيدة مسيحية من الدولة ومن رؤسائها ومن الحكومة. معلش لحظة، الناس اللي في تركيا الآن دول وهم بيحرقوا العلم ده ويدعسوا عليه بالجزمة، معلش هم عملوا الموضوع ده من عندهم أم ردة فعل؟ يبقى حلقة النهاردة فيها عدة نقاط وفيها عدة محاور، منها هل يجوز ما فعلوا؟ 2، هم فعلوا كده ليه؟ 3، هل حرق العلم ده أثر على الدولة ولا على عظمة الدولة ولا على قوة الدولة ولا 4، هل هذا الأمر فيه ردع لهم ولدولهم ولإساءتهم للإسلام؟ كل الكلام ده هنعرفه وهنرد عليه، لكن بعد ما ناخد الأخبار العالمية ماذا قالت عن الخبر. يعني مثلا RT روسيا اليوم أكبر جريدة روسية ناطقة بالعربي، وهي تابعة التلفزيون الرسمي الناطق باسم نصارى الأرثوذكس المصريين، الأرثوذكس الروسيين، يقول بالفيديو: حرق علم السويد في العاصمة الأردنية احتجاجا على ما حصل في القرآن في السويد. شهدت العاصمة الأردنية عمان مظاهرة احتجاج حاشدة ردا على حادثة حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في عاصمة السويد، وأظهر فيديو في إحراق علم السويد أثناء المظاهرة. الأمر ده بيأثر. أنت تعرف أن الأمر ده في أي دولة حتى لو ما كانتش دولة محترمة ولا ليها قوة بيأثر فيها، تعرف كده؟ بل بيهز صورتها العالمية. تعرف أنه بيذلها ويجعلها ذليلة من بعض الأشخاص. يعني تخيل لما يكون 5 6 من الأردنيين دول ولعوا في دولة، في علم دولة اقتصادها عالمي، وهزت صورتها قدام الناس. عارف معناه إيه؟ معناه ان انتوا مالكوش قيمه يا سويديين، وعلمكم تحت الجزمه. يبقى انتوا وحكومتكم ودولتكم كمهاجمين الاسلام علمكم تحت الجزمه. معلش، جابوا الكلام ده منين الاردنيين؟ ما الذي جعلهم عملوا ذلك؟ ونرجع للنقطه الثانيه. هل الاردني من نفسه كده قام قايم الصبح وقام رايح عامل حركه زي دي وقام مولع في علم السويد اللي عليه الصليب؟ ما تنساش. وقام حطه تحت جزمته وقاعد يدعس فيه. هل من نفسه؟ هل التركي عمل الكلام ده من نفسه أم ردة فعل؟ إذا تريدون أن تعرفوا ما الإرهاب، ما التطرف، ما العنصرية، ما الهجوم، ما المحرض على الفتن الطائفية؟ انظروا على أعداء الإسلام دوما ماذا يفعلون في الإسلام وماذا يفعلون في أهل القرآن. اوعى حد بعد كده يستنكر اللي عملوا الناس الأردنيين دول أو الأتراك لما حرقوا علم السويد وحطوه تحت جزمتهم
وجعلوا الدولة مسخرة وفي الزبالة. اوعى لان هم ما بدأوش. يا عمي انتوا كيف يعني بيقولوا ايه، كيف تسمحون بشيء هو اصلا لن يؤثر في الاسلام؟ يعني انت حرقت المصحف، هو انت عايز تهين الاسلام والمسلمين؟ يعني انت فاكر ان انت حرقت المصحف كده خلاص المسلمين مثلا هينقرضوا، مثلا هنستخبى مثلا؟ ولا حاجة خالص. لأن القرآن عندنا فين؟ القرآن عندنا أصلا مش شرط في الكتاب، مش شرط الكتاب. شايف الورق ده والجلدة دي؟ شايف الورق ده كله؟ الورق ده كله بالنسبة للمسلمين لو حصل أو في نهاية الزمن أصلا هذه الورق كله ممكن يرفع أساسا، ويبقى إيه؟ يبقى الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فده الأصل عندنا، مش شرط عندنا القرآن المكتوب، إنما الأصل حفظ الصدور. فأنت مش هتقدر تزيله من العالم. طيب دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هل ما فعلوه ردعا لهم؟ هنتكلم عن النقطة دي. نسمع مع بعض. البي بي سي نيوز تقول: حرق المصحف في السويد غضبة مليارية وحملة لمقاطعة المنتجات السويدية. طيب وده يعني جزاهم الله خيرا الأزهر إنه فاق ودعا لمقاطعة السويد. ويا رب يعني يا رب يا رب يجعل من الأزهر يعني يقولوا سندا لظهورنا وليس خنجرا مع أعدائنا. يقول: نصرة للقرآن، CNN: نصرة للقرآن، الأزهر يطالب بمقاطعة المنتجات الهولندية والسويدية. ليه الخبر ده منذ دقيقتين؟ يعني شوفوا الأخبار يا إخوة، حاجات لسه طازة. دبي: طالب الأزهر في مصر الشعوب العربية والإسلامية لمقاطعة المنتجات الهولندية والسويدية نصرة للقرآن، وذلك عقب حادثتي حرق وتمزيق نسختين من المصحف في كل من السويد وهولندا. يعني يا ربنا، اللي ربنا يستر وتفضل المنشور موجود على الصفحة ما يتشالش تاني. فهذا إن دل فإنما يدل على أن أعداء الإسلام أفلسوا إفلاسا ليس بعده. هذا أقصى ما عندكم. طيب ردت أمريكا على الموضوع ده، قالت إيه؟ أول تعليق من الولايات المتحدة على حرق المصحف في السويد. يقول: علقت الولايات المتحدة لأول مرة على واقعة حرق نسخة من المصحف في السويد، مشيرة إلى انعكاسات سياسية محتملة. وخلال تظاهرة أمام السفارة التركية السبت، أقدم المتطرف السويدي الدنماركي راسموس بحرق نسخة من المصحف، مما أثار غضب تركيا. لا، المفروض يصير غضب المسلمين. تركيا إيه؟ هو الإسلام منحصر في تركيا؟ ودي نقطة. اوعى تظن ان الإسلام سينحصر في أشخاص ولا في دولة ولا في مؤسسة. الإسلام لن ينحصر في الأزهر، لن ينحصر في تركيا، لن ينحصر في مصر، لن ينحصر في السعودية. لا، الإسلام للمسلم أيا كان بلده أفضل من عرضك وشرفك. الإسلام أفضل من عرضك وشرفك إن كنت مسلما حقا. يقول: وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للصحفيين أن حرق كتب تعد مقدسة للكثيرين هو عمل مهين للغاية، وأضاف أنه أمر بغيض، واصفا الحادث بأنه مثير للإشمئزاز. وده الحاصل. المشكلة في أن حكومة السويد سمحوا بذلك، فسيجعلوا نفسهم مسخرة لكل العالم. زي مين؟ قبل النقطة دي كاتب سويدي يقول إيه؟ كاتب سويدي يعلق على حرق المصحف الشريف ويقول: هل يمكن حرق علم الشواذ والتوراة في السويد؟ في مقال للكاتب السويدي في صحيفة، اعتبر أن حرية التعبير هي بمثابة الكتاب المقدس في السويد والمجتمعات الغربية. فعل زي اللي عملوه السويديين دول أدوا إلى إيه؟ أدوا إلى يعني يقولون كسر عنقهم في العالم، لأن حرق علم ليهم معناه إن هذه الشعب، مش الشعب إيه ده، 2 3 من الناس ولا 5 جعلوا شرف السويد كلها تحت الجزمة. ولعوا فين؟ في أقدس مقدسات الدولة. أقدس مقدسات السويد إيه؟ العلم. معلش يا محمد، أنت جبت الكلام ده منين؟ طب أنت تعرف إن عايزين يقننوا قانون يقتضي بحبس وغرامة مالية لمن يدنس النشيد الوطني في الدول الأوروبية للبلدان الأوروبية ويدنس العلم عندهم؟ تعرف كده؟ جبت الكلام ده منين يا محمد؟ حاضر، قبل ما نخش النقطة دي نخلص بس الجزئية دي. نقول كده: يقول الكاتب: مع تكرار حوادث حرق النسخة من القرآن في السويد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تساؤل. الكاتب يتساءل يقول: هل يمكن حرق علم الشواذ وهو رمز مهم للإنسانية في السويد وأوروبا؟ لا، ما هم شواذ، هم شواذ. يعني الحكومة السويدية إيه؟
برضه شوف جعلوا يا جماعه، انت عارف حتى لما نقول الحكومه السويديه شواذ، انت فاكر دي شتيمه؟ عندنا احنا العرب شتيمه، عندهم هم يعني بقول لك اضل من الخنازير. عارف لو قلت له انت كلب بيقول له حاجه حلوه، مش بيقولوا ايه، ما عندهمش شرف، لكن عنده شرفه فين؟ في علمه. يقول: هل يمكن حرق علم الشواذ وهو رمز الإنسانية في السويد وأوروبا؟ وأيضا هل يمكن حرق كتاب التوراة وهو الكتاب المقدس عند اليهود؟ ما يقدرش، لأن اليهود أسيادهم. إن يتحرق التوراة ولا يتحرق أي كتاب بيقدسه اليهود ما يقدرش، يقول لك معاداة للسامية. طيب احنا قلنا من شوية هو في قانون هيجي لمعاقبة من يهين العلم في أوروبا؟ نعم. مرة حصلت كده في، لما تفتكروا، ماكروب جعل نفسه مسخرة أمام العالمين، وجعل أطفال صغار ضعفاء من المسلمين يهينوه ويهينوا دولته ويهينوا حكومته ويستهزئوا بيه ويحطوه تحت الجزمة ويجيبوا صوره ويعملوها ممشاية وممسحة جزم. ليه؟ لما برضو تطاول على الرسول عليه الصلاة والسلام. هو كده أثر في العالم؟ هل كده تأثر بما حصل؟ نعم تأثر بما حصل، إن أصبح أضعف من مجموعة من الأشخاص عمالين بيهنوه ويذلوه وهو ما يقدرش يتكلم. في صورة انتشرت بعد الأمر ده، الصورة دي انتشرت من إمتى يا إخوة؟ انتشرت من 2010، تخيل، من زمان، من أيام شارل، من أيام الصورة المسيئة في أول مرة. ناس ردوا عليه وعملوا إيه؟ صورة شخص يمسح مؤخرته بعلم فرنسا تثير جدلا وغضبا عارما في الأوساط الفرنسية. بيأثر؟ احنا دلوقتي فين؟ احنا لسه اهو في شهر واحد، صح؟ اصبر شوف حرق علم السويد هيأثر على الدولة ولا لا، والناس مش هتستنكر هذا الأمر ولا لا، لأن أقدس مقدسات دولة السويد هو العلم. فلما يجي 2-3 ضعفاء المسلمين أحرقوا، عملوا إيه الآن؟ ردوا الصاع 10 صاعات لدولة كاملة. بس السبب في الحرق، اوعى تفتكر ان محمد نصيف عمال بيقول يعني يهينوا مقدسات، لا والله، بس السبب في الحرق ايه؟ ما الذي جعل، على فكرة انا قاصد احط صورة الواد اللي بيمسح مؤخرته بعلم فرنسا، انا نقل الخبر بس انا قاصد. ما الذي جعل المسلمين او بعض ضعفاء المسلمين يفعلوا هذه الفعلة؟ من السبب؟ من البادئ؟ أليس السويديين والحكومة السويدية هي من بدأت؟ فلتتحمل. كذلك في فرنسا، من البادئ؟ بص بقى الضغط العالمي هيبقى ايه؟ انت تعرف الضغط العالمي ممكن يوصل لايه؟ ممكن يوصل ان تكون مثلا السويد داخله مفاوضات كبيره مع دوله كبيره ما، وممكن يحصل بينهم صراع وما الى ذلك، فتيجي الدوله الثانيه اللي عامله لقاء مع السويديين، تيجي السويد عايزه تفرض دراعاتها وعضلاتها، تقوم الدوله تقول لها ده انت مقامك كان تحت جزمه بعض المسلمين لما حرقوا علمك، انت فاكره نفسك دوله قويه؟ بتأثر على قيمة وهامة أي دولة. والله أغبياء السويديين حتى والفرنسيين، الحكومة الفرنسية والله أغبياء إن هم يعملوا حركة زي كده، ما تجوش مع دين المسلمين أبدا. عارف لو عملوا الحرق ده في الكتاب المقدس محدش هيتكلم. يعني عارف لو في السويد دول كانوا حرقوا الكتاب المقدس ولا حرقوا الصليب ولا حرقوا ولا حرقوا حتى التوراة، اليهود كانوا عملوا وزر، بس ما كانش حد اتكلم، ما كانش الشعوب قامت، كله هينام. لكن عند المسلمين، انت فاكر المسلمين هيسكتوا؟ دي النقطة رقم 1. النقطة رقم 2، عايزين نجيب الفيديو تاني. يا جماعة الخير، احنا قلنا ان ده علم الصليب، الصليب ده صليب على علم السويد، وده في إهانة، مش فقط إهانة لقوانينهم ودولتهم وعلمهم اللي هو أقدس مقدساتهم، بل في إهانة لدينهم. من السبب في هذه الإهانة؟ هل إحنا المسلمين بنبدأ حد دوما أو بنبدأ حد إن إحنا نهين مقدساته؟ الإجابة لأ. إحنا ما بنهينش حد، ما بنبدأش نهين مقدسات حد، ولا بنبدأ نهين كتاب حد. فرد علي بعض الناس وقال لي ينفع نرد عليهم ونحرق كتابهم المقدس؟ رد علي حتى والله في الخاص في الفيسبوك. فأنا بقول له لا، ما تحرقش كتابه المقدس. ليه؟ ده مش ضعف منا بفضل رب العالمين، بس عشان الكتاب المقدس فيه لفظ الله، فيه كلمة الله موجودة، فما تقعدش تهين في شيء وموجود فيه ايه؟ موجود فيه لفظ
الجلالة لفظ الله، لفظ كلمة الله يعني، والرب وما إلى ذلك. لكن في عندك حاجة تانية أعلى من كده، ألا وهي تعلم دينك كويس، اتعلم عقيدتك كويس، ثم اتعلم عقائد المخالفين ورد عليهم مما يعتقد هم. قبل ما أختم، يقولون الإرهاب، تريدون أن تعرفوا أين الإرهاب؟ الإرهاب عندما يبدأوا بسب ديننا، الإرهاب عندما يمزقوا مصحفنا، هو ده الإرهاب. الإرهاب لما يقعدوا يتريقوا على اللحية والنقاب، هو ده الإرهاب. الإرهاب لما يتريقوا على رسولنا ويرسموه برسوم قبيحة، وانت فاكر برسمك للرسول رسوم قبيحة مثلا المسلمين هيتداروا ولا يتخبوا ولا يقلوا ولا يكشوا؟ ما هذا العته، بل بالعكس، كل حرب يقومون بها على الإسلام أيا كانت، أقسم بالله العظيم بتكون نصر للإسلام والمسلمين. قول لي إزاي؟ حلوة، تقول لي إزاي؟ انتوا فاكرين 11 سبتمبر، احداث البرجين اللي اتفجروا في امريكا؟ بعد كده في دراسات كتيره اصلا بتقول ان لا ابن لادن ولا بنت لادن، واللي عمل كده امريكان منهم فيهم، هم اللي فجروا البرجين، هم اللي فجروا البرجين. بس مش هنا النقطه. الشاهد بعد ما عملوا البروباجندا العاليه قوي والاسلام وفجر وعملنا وسوانا و ايه اللي حصل؟ والله يا إخوة دخل بعدها عشرات الأشخاص في العالم، عشرات المئات بل الآلاف في العالم كله دخلوا الإسلام بعد حادثة تفجير البرجين. ليه؟ حصلت ضجة عالمية، وأصبح كل وسائل الإعلام عمالة تتكلم الإسلام 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 الإسلام. فالأوروبيين والغربيين بصفة عامة راحوا فتحوا جوجل، وبعدها أصبحت نسبة البحث عن كلمة إسلام في جوجل عالية جدا. الناس دخلوا يشوفوا ايه الاسلام، ايه اللي الناس، ايه اللي فجر برجين امريكا ده، فدخلوا الاسلام فاصبحوا مسلمين. فانت ما تفتكرش ان انت بحرق مصحف مثلا، ولا بحرق ولا بسب الرسول عليه الصلاه والسلام، اوعى تفتكر كده ان انت هتقضي على الاسلام مثلا. والله كان غيرك اشطر، كان غيرك اشطر. ونفس النظام بقوله لمين؟ العيال المنصرين الفشله اللي في قنوات التنصير وزكريا بطرس وغيره، اللي قاعدين في اوروبا قاعدين يسبوا الاسلام والرسول عليه الصلاه والسلام 24 ساعه. والله وبالله وتالله لم ولن تضروا الإسلام شيئا. انبحوا كما تريد وكما تشاء، والإسلام في ازدياد وفي ازدهار. وكنايسكم والله تباع، يا إما تبقى خمارات، والله يا إما بتبقى خمارات، يا إما بتبقى مساجد، يا إما بتبقى أي حاجة، بقبار. ده ايه يا فندم؟ دي اعظم مقدسات الدين. انا طبعا عملت حلقات كتير على تحويل الكنائس لمساجد، وبعض الاخوة في امريكا صور لكم تحويل الكنيسة لمسجد في امريكا من داخل المسجد نفسه. وممكن اجيب لكم حلقة تانية بعدة حلقات مش حلقة واحدة. ادخلوا مثلا اليوتيوب عندي، ادخلوا في القناة صراخ عيال زكريا بطرس وتحويل كنيسة في قلب شيكاغو لمسجد، خش بنفسك شوف القصة. المسيحية تنقرض في بريطانيا وبتتحول الكنائس لمساجد، خش بنفسك شوف. في بلجيكا بث الأخ البلجيكي مراسلي من بلجيكا كان واقف قدام الكنيسة، ادي الصورة من وسط الشارع العام، ويشرح لنا كيف يسخرون من أصنام وتماثيل القديسين عندهم، والكنيسة مقفولة وستتحول لمسجد. ادخل شوف بنفسك. في هولندا الكنيسة تحولت لمسجد، شايفين الصورة هنا؟ ده الأخ واقف في هولندا قدام المسجد بعد صلاة الجمعة، اللي المسجد اتحول، اللي كان كنيسة وتحولت لمسجد. صلاة الجمعة لكنيسة قديمة تحولت لمسجد. مراسلنا من هولندا بيعمل الاتصال من جوه الكنيسة اللي اتقلبت لمسجد وبيصلوا فيها الجمعة. وهنا صحيفة كبيرة BBC نيوز، أكبر مفاجأة، كنائس أوروبا تتحول لمساجد والنصارى تركوا العقيدة أصلا. خش شوف بنفسك، بيقولك بيبيعوا، خلاص بقى بيبيعوا الكنائس. طب ما نأكد المعلومة، تعال نأكد المعلومة دي. جريدة ايه؟ جريدة الوطن. ظاهرة بيع الكنائس في أوروبا تتحول إلى تجارة، أصبحوا بيبيعوا بيوت العبادة. ادي زكريا بطرس يهاجم الإسلام ويشتم الإسلام ويحرقوا المصاحف، وتتحول كنائسهم برضه لمساجد. ايه؟ تتحول كنائسهم لمساجد. دي تلفزيون ألماني، ألمانيا امتعاض ومعارضة لشراء الكنائس وتحويلها لمساجد. التلفزيون الألماني
شراء مسلمين دور عبادة مسيحية يعطي أبرز الشعارات الشعبوية ترياق الحياة خطر. أسلمت أوروبا، أسلمت أوروبا. ينظر قادة رأي وفاعلون في الجالية المسلمة للأمر. وماذا عن الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتينية والرأي العام في ألمانيا؟ خلاص يا حبيبي، عايزين يحرقوا، احرقوا، احرقوا زي ما تحرقوا، واشتموا في الإسلام زي ما تشتموا. والله ستتحول دولكم إلى مسلمة، وستتحول كنائس دولكم إلى مساجد. الله أكبر ولله الحمد. يا راجل ده المصري اليوم، المصري اليوم يا راجل، المصري اليوم كاتب لك بالبلط العريض بالمنشط بالصور كنايس للبيع. طب ما لازم كنايس للبيع في أوروبا. دور العبادة تتحول إلى حديقة تزلج ومدرسة سيرك. ادي يا عم كنايس زكريا بقلص، زكريا بقلص والمنصرين الفاشلة تتحول بيوت العبادة بتاعتهم إلى إيه؟ سيرك. ده وانا جبت لكم قبل كده في الفيديو انها اتحولت لخماره، منها كنايس تحول، والله اتحولت لخمارات. بل اقسم بالله، بس انا الاقي الفيديو ده فيديو من قلب هولندا، ولد مسيحي مصري ماشي في الشارع لا مؤاخذه، الشارع بتاع لا مؤاخذه بتاع دعاره يعني، والله بقول لك واحده فيهم والله اتحولت لبيت دعاره، حولوا بيت الرب عندهم لبيت دعاره والله. وبيقول لك بره حاطين في الفاترينات كده البيت عرايه اللي عايز يخش يعمل، والواد بيصور وقلبه بيقول ايه، هينفجر من الحقد وهو عمال مصور بالفيديو. شايفين؟ واقول شايفين يا مسيحيين؟ شايفين بيت الرب عمل ايه؟ ولا قادر يعمل حاجه. بينما عند المسلمين هات لي كده مسجد كده اهله باعوه عشان ما حدش بقى بيصلي فيه، هات لي مسجد واحد حتى لو مرمي في جبال الهيمالايا، لو ما فيش حد بيروح اصلا، حتى مسجد يتباع. مستحيل، مستحيل تلاقي عندنا مسجد يتباع. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب إيه رأيك إن مصر اليوم جايب صور؟ شايف ده؟ الكنيسة اتحولت لإيه؟ اتحولت لمطعم. خلاص. طب اللي تحت ده بقى تزلج، يجيبوها ويقعدوا إيه، يتزحلقوا. فاهم أنت إيه؟ البتاع بتاعت التزلج إيه؟ طب واللي تحت ده بتاع جزم، بقى بيبيعوا في بيت الرب بتاعهم، بقوا بيبيعوا فيه جزم. طب تحت هنا باليه يا فندم، باليه. فرقة رضا الاستعراضية دخلوها جوه إيه؟ جوه كنيسة حلوة. فرقة رضا الاستعراضية داخلة تصلي في كنيسة زكريا. والعب العب. لا وباقي الخبر يا فندم ده من المصري اليوم، مش بتاع محمد نصيف، المصري اليوم ده. ويقدر قادة الروم الكاثوليك في هولندا أن ثلثي الكنائس الموجودة لديهم ويبلغ إجمالها عدد 1600 كنيسة ستصبح خارج الهيئة الكاثوليكية خلال عقد من الزمن، ومن المتوقع أن تغلق 700 من الكنائس البروتستانتية في هولندا في غضون 4 سنوات. 4 سنين هيقفلوا كلها، ما عادش حد بيروح، ما عادش حد هيقفلوا خالص الكنائس ويبيعوها للمسلمين وتتحول لمساجد. ايه يعني بقى بتسبوا في الرسول؟ يعني ايه يعني اللي هيحصل؟ ايه يعني عم بتحرقوا المصحف؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ احرقوا ما افعلوا ما تفعلوا رغم انوفكم وانوف الهتكم سيبقى دين الله عال. لان الاسلام مش منصور، مش احنا اللي هننصره. الإسلام ده مش دين اللي تكفل بحفظه إحنا، لا، اللي تكفل بحفظ هذا الدين ونشره وقوته وعظمته وإظهاره الله. الله الله. هتقدروا على الله؟ وروني، فرجوني قدرتكم أمام الله. والله ما هتقدروا. والله لو ترك أهل الإسلام كلهم هذا الدين أقسم بالله العظيم لا ينتصر. يعني تخيل انت الدين الاسلام ده لو كل اهله تركوه سينتصر. ما تسالش ازاي. ليه؟ لان المتكفل بهذا الدين هو رب العالمين. ومت بغيظك يا زيكو يا عبد الملعون المهان المقتول من الرومان المصلوب عريان. مت بغيظك انت وعيالك، انت وكل متابعيك ومن على شاكلتك. والله اكبر ولله الحمد. عليكم. إذا أعجبك الفيديو يا ريت مشاركة الفيديو على الفيسبوك ومجموعات الفيسبوك. طب لو أنت شايفه على اليوتيوب بيشاركوا على منتداك على اليوتيوب وقنوات اليوتيوب. الناس اللي بتشتكي لي من عدم وصول البث المباشر ليهم والفيديوهات أول بأول في اليوتيوب والفيسبوك، لازم يعمل اللي جاي ده ضروري جدا. تعمل في اليوتيوب باشتراك، بعد كده تفعيل الجرس للكل، وكذلك في التليفونات نفس النظام. شاهد الفيديوهات كلها من هنا والبث المباشر من هنا. طيب الفيسبوك
لازم تعمل ده برضه في الفيسبوك، تعمل اعجبني وبعد كده تعمل اعجبني مرة تانية بيطلع لك القائمة دي، خليها المفضلة وبعد كده المحتوى خليه قياسي، الفيديو كل الاشعارات، فيديو بث مباشر كل الاشعارات، بعد كده تحديث كده الغالبية العظمى من الفيديوهات فيسبوك ويوتيوب هيوصلك اشعارات جديدة بيها. طيب الناس اللي كلموني على دعم اعلانات ومحتوى القناة والصفحة، ادي بيبال من هنا والباتريون من هنا، وفي الفيسبوك نفس النظام، وهتلاقي في في اليوتيوب والفيسبوك في التعليقات لمن اراد دعم القناة والصفحة. تليجرام محمد نصيف المحاور، وانستجرام محمد نصيف برضه المحاور، وكذلك تويتر. ولا تنسونا من صالح دعائكم. غفر الله لنا ولكم. السلام عليكم.